كانت مشاهد حجة الوداع تلوح في الذاكرة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، والمؤمنون من حوله 90,000 أو يزيدون يملؤون السهل والوادي، تتطلع أعينهم إلى وجهه الشريف وتصغي آذانهم لكلماته المباركة. كان المشهد مهيبا والكلمات تقطر حكمة ورحمة ووداعا. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وسط تلك الجموع الغفيرة وهو على ناقته ليضع آخر لبنات هذا الدين العظيم. أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كلمات هزت قلوب الصحابة. ثم أخذ يوصي: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم قائلا: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم أعلن صلى الله عليه وسلم البراءة من تلك العصبية البغيضة: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يسمع والدمع يترقرق في عينه، وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة يحبسون دموعهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يودعهم بكلماته يعلمون ذلك في أعماقهم لكن قلوبهم لا تريد التصديق. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم يسألهم: ألا هل بلغت؟ فيجيبون والدموع تترقرق في أعينهم: اللهم نعم. فرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه الشريف إلى السماء ثم أشار به إلى الناس قائلا: اللهم اشهد. ثم جاء رمضان الأخير. كان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن في كل رمضان مرة، ولكنه في هذا العام عارضه القرآن مرتين، فدعا ابنته فاطمة الزهراء وأسر إليها أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني هذا العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. تغيرت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام، صار يكثر من الاستغفار والتسبيح، يردد: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، حتى لفت ذلك انتباه أم المؤمنين رضي الله عنها فسألته: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها. ثم قرأ سورة النصر. والله ما كانت تلك الإشارات إلا مقدمات لحدث جلل ستبكي له العيون وتخشع له القلوب وتهتز له المشاعر.